الصراحة مش فاكر كانت امتى اخر مرة لعبنا فيها كورة عرضية وجبنا منها جول. لو حد فاكر يفكرني بسرعة كده في اول الفيديو. يعني لو انت فاكر كده اخر مرة لعبنا فيها كورة عرضية جبنا منها جول امتى، قول لي عرفني، لان انا الحقيقة مش فاكر اوي يعني. ذاكرتي مش سعفاني ان انا افتكر كورة عرضية كنا لعبناها من لعب مفتوح وجبنا منها جول برأسية اللي النهارده كهربا عملها. بالمناسبة تحركاته جميلة اوي، تحركاته حلوة، وحسين الشحات اللي فايق ورايق، وانا حابه بالمستوى ده اوي الصراحة يعني. يا رب يكمل المستوى ده والصفقات الجديدة اللي بتثبت لي ان هي حرفيا تستحق ان هي تلعب بتيشيرت الاهلي. العيال بتحارب من اول ثانية لاخر ثانية، ما فيش حاجة عندي اسمها وهاديين ورايقين. الولد مروان عطية ده يعني، واحمد القندوسي. مش عايز اقول لكم يا جدعان، احنا كسبنا ناس في خط النص، بالاضافه لحمدي فتحي وعمرو السوليه والقندوسي وديانج ومروان عطيه واكرم ان شاء الله لما يرجع من الاصابه بالسلامه، وخالد عبد الفتاح في الجبهه اليمين هو محمد هاني، محمد اشرف في الجبهه الشمال محتاج يظبط بس العرضيات شويه، واحنا هنبقى يعني عملنا فرقه وراس حربه. شادي حسين النهارده نزل عمل تصويبه. ما تنساش تعمل لايك، شير الفيديو. الاهلي كسب بثلاثيه رايقه، ثلاثيه جميله. عارف انت ثلاثيه خفيفه على القلب كده، عارف انت لو انت بتاكل حاجه بتبقى طعمها جميل وخفيف على قلبك كده ما تكتمكش. هي النهارده هي ثلاثيه الاهلي النهارده كده، حاجه خفيفه على قلبك كده، حته بسبوسه كده، من حته كنافه من على الحرف اللي بتقرمش دي يا جدعان. حلويات الشوط الاول وحلويات الشوط التاني، وتقسيم ولعب هادي ولعب في نص الملعب وعلى ارضيه مش منتظمه يعني. طب كان فين هواك يا حبيبي من بدري؟ كان فين؟ ومحمد مجدي قفشه يعني انا لحد دلوقتي انا مش فاهم لك انت بتلعب ايه ولا ازاي. نص الكوره لما بتيجي تستلمها بتعلى منك، اللي هو اساسيات الاستلام يا ابني، استلم ومشي كوره. القندوسي نزل مسك الكوره في نص الملعب وبقى بيزيد وبيرجع يدافع، بيعمل تمريرات بينيه وحاجه جميله كده يا جدعان، حاجه من ريحه الحبايب، حاجه كده حلوه كده على الارض. بيمشي كوره، بيرقص وبيعدي وبيباصي وبيشوط واللعيبه كلها بتاعتنا النهارده بتشوط، وعلى فكره ده شيء جميل قوي. يعني انا كنت مفتقد حته الشوط دي، كله النهارده بيشوط. حسين الشحات، اليو ديانج، مروان عطيه، القندوسي، مين تاني يعني، وحاجات حلوه. احمد عبد القادر بقى يستغل مهارته في خدمه الفريق، ودي حاجه معليه الجبهه دي جامد. حسين الشحات لقى نفسه من تاني، محمد هاني لقى نفسه من تاني، وكل الشكر للسير مارسيل كولر. الحقيقه انا بتاسف لمحمد الشناوي، لان انا يعني عصبيتي الماتش اللي فات خساره الاهلي طبعا، غلطنا في الراجل، بس هو فعلا ما كانش شايف الكوره وصد ضربة جزاء وصد كور على فكره كانت محوريه، كانت تقدر تكبر النتيجه اكتر من كده، بس هو شالنا الماتش اللي فات وشالنا الماتش ده. ولو ما كانش صد ضربة الجزاء دي يعني كان الماتش ممكن يتقلب. يعني هو صد ضربة الجزاء وانت رحت جبت التالت، فهو حرفيا يعني كل فريق بطل له حارس بطل. قفشه بقى يعني، انت يا قفشه انا مش فاهم لك، انا مش فاهم لك. اسمه ايه، شادي حسين محتاج ياخد وقت، والقندوسي محتاج ياخد وقت اكتر عشان نشوفهم ونقدر نتعرف عليهم بشكل اكبر. شادي حسين طبعا كلنا عارفين امكانياته، بس لازم ياخد وقت عشان يثبت رجله في الملعب. كهربا بمستواه ما شاء الله عليه، ربنا يحميه ويحفظه ويفضل بالمستوى ده، لان هو بيتالق. كهربا محتاج ماتشات عشان يرجع للفورمه القويه والالتحامات والجري والاجريسيف، اللي هو يبقى قوي كده في الكوره وقوي في اللعب. ماتش احنا سوينا فيه اسوان على الجنبين، وبحب اقول للعيال اللي كلوا رنجه وفسيخ هيلا. يعني عارف انت ماتشات الاهلي اللي في نص اليوم دي هو روق لك اليوم. يعني انت وانت في اول يوم مقفول كده واتفرجت على الماتش فانت رقت بعد ما الاهلي كسب. لو انت وراك حاجه مهمه بالليل واتفرجت على ماتش الاهلي دلوقتي فانت رقت برضه، بس هتعمل حاجه بمزاج. هو ده الاهلي بيفرحنا بكده، ان هو بيخلينا مبسوطين طول اليوم وفرحانين ورايقين. شكرا للاهلي وشكرا للسير مارسيل كولر. الاداء النهارده بشكل مجمل جميل، الاداء النهارده بشكل عام جميل، وتغييرات مارسيل كولر حلوه. يعني هو سحب اليو ديانج وسحب محمد عبد المنعم، ونزل رامي ربيعه عشان يحط رجله في الملعب، نزل احمد القندوسي عشان يشوفه.
ونزل شادي حسين عشان يبدا ياخد وقت تاني من جديد، لان ما ينفعش تجيب لاعب من التلاجة زي ما بيقولوا وتقوم رميه في النار مره واحده. ولو انت وصلت لحد هنا طبعا ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وشكرا على متابعتك. وبقول لك ايه، ما تشغلش نفسك بحوار راس الحربة ومش عارف ايه. عندنا حلقة الجمعة رايقة، حلقة نار، فتابع عشان تعرف حلقة الجمعة دي هيبقى اسمها ايه وهيتقال فيها ايه.